أما الحرف الساكن فقلت لكم يخرج من مخرجه الأصلي ولا يصاحبه شيء من ذلك، لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. نرى ذلك على اللوحة في اللوحة التعليمية. أما الحرف الساكن فيخرج من مخرجه الأصلي دون أن يصاحبه شيء مما سبق، يعني لا يصاحبه انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي أو ارتفاع لوسط اللسان. والمثال الذي أمامنا مثال لفاء ساكنة، لفاء ساكنة. هناك من أرسل يسأل إن الشفتين قد تنضما مع بعض الحروف، فهل هذا الساكنة مع الحروف الساكنة فهل هذا صحيح؟ أقول إن كان الضم شيئا طفيفا فطريا لا يضر مثله. يعني مثلا إنسان عم يقول أش أش، يعني انضمت شفتاه شيئا قليلا تلقائيا أش وليس أش. انظروا الفرق بارك الله فيكم. أش أش يعني شيء بسيط فطري، لكن أش هكذا إلى الأمام هذا ضم متعمد يغير الصوت. أص هذه الصاد الصافية، الصالحين، الصراط. أما أن نقول الصراط ونضم الشفتين هكذا إلى الأمام مقارنا، هذا الضم مقارنا للصاد الساكنة أو للشين الساكنة أو للجيم مثلا أج، انظروا هكذا أج قد الشفتان يعني شيئا قليلا تنضمان فطرة، لكن أج ويزم شفتيه للأمام هكذا ويظن أنه مصيب في هذا، هذا غير صحيح. إذن الضم الزائد للشفتين مقارنا للحرف الساكن لا يصح. ضم بسيط فطري غير متكلف لا يضر مثله لأنه لا يؤثر على صوت الحرف. ومع ذلك فحتى هذا الشيء القليل إذا تمكن الإنسان من التخلص به فهذا أولى وأحسن.